ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من اخر فيديو انا عملته. انا فين؟ انا دلوقتي في العتبة عند الرواعي، وانا ماشية كده في الرواعي، طبعا عند الجزم والشنط والحاجات دي كلها في نص الشارع بتاع الرواعي. لقيت قدامي حتة فرشة، انما ايه، خرافة. فيها حاجات وبراندات عالية جدا 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 زي ما انتوا هتشوفوها كده في الفيديو بأسعار رهيبة. يعني الأسعار دي بره ب 600 و700 و800 جنيه. أنا بصراحة استغربت من الكواليتي بتاعتها، وجبت كمان أكتر من شنطة منهم هوريها لكم دلوقتي في الفيديو. يلا بينا نبدأ الفيديو، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو. لو في أي حاجة اكتبولي تحت في الكومنتات علشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نبدأ الفيديو. تعالوا كده نشوف الشنط الرهيبة اللي بجد هتعجبكم جدا 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 على ضمانتي. تعالوا نشوف كده المكتب واسم المكتب ايه بالظبط. مكتب ايه بقى؟ مكتب فيروز. فيروز. كام دي؟ دي سعرها 250. انتوا متخيلين التحفة اللي في ايدي دي؟ بصوا كده، بصوا بقى دي بقى ايه غير. بصوا الكواليتي بتاعتها عاملة ازاي. بصوا اصلا اللون بتاعها عامل ازاي، والجلد بتاعها. دي كانت ب250 يا جماعة. انتوا متخيلين السعر 250؟ وفي حاجة ب250 بالكواليتي دي دلوقتي؟ بصوا تحفة ازاي ورقيقة. بصوا دي بقى كمان، يا خرابي على اللون بتاعها. دي كانت ب150. دي بصوا السوستة بتاعتها والجيب كمان اللي قدام ب150. انا والله العظيم ما صدقت السعر بتاعه. كمان في منها الوان واشكال اهي هناك. بصوا في منها كمان السودا دي كان شكلها تحفة جميلة جدا، رهيبة. ودي برضو التحفة دي كان سعرها 250. بس بصراحة هي تستاهل يا جماعة، هي تستاهل والله العظيم. الحاجات دي بره ب400 وب500 ب600، لا دي عنده ب250. بس كانت روعة. في منها ألوان زي ما أنا قلت لكم. وبصوا برضو اللي هتشوفوها دي كانت ب350. دي هاند باج بتتلبس ظهر، وبتتلبس كروس، وبتتلبس على الإيد. بس هي كانت جميلة جدا، شكلها حلو قوي. والجلد بتاعها كمان، الجلد بتاعها حلو. او كان في منها برضو الوان. وهو بينزل على طول تشكيلات مختلفة يوميا في المكتب. مكتب فيروز هناك في الرواعي. المكتب معروف جدا اللي عايز يروح. ودي كانت ب200. بصوا هي اصلا عاملة ازاي. دي كانت جميلة جدا برضو. بصوا اللون بتاعها، بصوا عامل ازاي اللون بتاعها. اللون بتاعها حلو قوي، والكواليتي بتاعتها جميلة جدا. دي شكلها رايقة، ودي تنفع كاجوال وكلاسيك. دي حلوة قوي. بصوا جميلة، تحفة. يعني هي الشنطة اصلا والماتيريال بتاعها يعني بتتكلم عن نفسها. الشنطة بتتكلم عن نفسها، شكلها حلو قوي. الحاجات برضو عنده رخيصة وجميلة جدا. ودي بكام؟ في منها الوان؟ وانا عايزين كذا. ودي بكام؟ طلعي من دي 150. اهي الزرقاء دي ب350. دي انا جبتها بس بصراحة عجبتني جدا. لقيت الستايل بتاعها كويس، والكواليتي بتاعتها جميلة جدا، وكمان بتنفع للمناسبات، وشكلها حلو قوي، عجبتني يعني. كان في عندكم شنط اقوى من كده. انا واخده منها هو النهارده عشان لحد التشكيل لسه ناقص شويه، بس ان شاء الله بكره يعني يوم الاثنين هتلاقي التشكيل مكتمل وكل حاجه موجوده في ماركات كبيره دي بكام؟ شكلها شيك قوي، شكلها شيك. معاها بوك صغير جوه وحزام كروس. وانت موجود كل يوم؟ ايه كل يوم حتى الجمعة؟ حتى الجمعه. وهو زي ما قال لكم كده يا جماعة، هو موجود يوميا حتى يوم الجمعة كمان. هو موجود، اللي عايز يروح برضو من الصبح لحد بالليل هتلاقوه موجود هناك. عنده حاجات جميلة جدا.
دي ولا جوتشي. بكام دي؟ 350. بصوا بقى الشنطة الجميلة دي برضو في منها الوان كتير. دي كان سعرها ب350. وطبعا المشتركين عندي في القناة اول ما يروحوا له هتلاقوا ولد اسمر كده شكله لذيذ. اول ما تروحوا له قولوا له بس ان انتم من عندي من قناة من قناة يو، وهو يعمل لكم خصم والله بجد، وهيوديكم المكتب وهيوريكم تشكيلات كتيرة وجديدة. يعني حتى الناس اللي بيروحوا له هناك عند الفرشة هم عارفينه كويس جدا وناس قيمة يعني. بصوا دي برضو كان ب280. دي باج تتلبس على الظهر وتتلبس في الايد وتتلبس على الكتف وشكلها جميل جدا. هوريكم برضو شنطة تانية انا جبتها. بصوا الباج دي تحفة تحفة بجد. بصوا دي بقى دي ب175. كان في منها الجملي والبيج واللون الكافيه. دي كانت جميلة جدا برضو. دي انا جبتها السودا وهي عجبتني، وشنطة عملية شنطة خفيفة كده. واللي متعلقة دي برضو كانت جميلة جدا ب350. هي اغلى حاجة عنده في الفرشة دي 350، يعني هو ما بتزيدش عن 350. بس بصراحة حاجات تستاهل. والسودا دي برضو انا جبتها. انا تقريبا جبت الحاجات كتير اوي من الفرشة. انا جبت السودا دي برضو من عنده. دي كان اصلا بيبيعها للزبون ب110، بس علشان متابعين عندي في القناة هيبيعها ب90 و85 برضو. في منها الوان كتير واشكال كتير. ودي طلع ترندي يعني اللي بيلبسها المشاهير والبلوجرز، وبنشوفها كمان كتير على الانستجرام. وهي شنطة عملية، يعني الشنطة مش زي الشنط القماش اللي احنا بنشوفها، لا الشنطة دي حلوة جدا ووتر بروف. بصوا الشنطة اللي هناك دي اللي هو كان ماسكها دي تحفة 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 تحفة، يعني التحفة دي اقل حاجة اتقال عليها بجد. شنطة قيمة. دي كان سعرها ب250. في منها برضو الوان. بصوا الشنطة السوداء دي برضو دي كانت ب250. وفي اللي هي شنط السفر دي اللي هي الشنط التشيك. بصوا شنط ايوه دي الشنطة دي كانت ب280. وعشان المتابعين عندي في القناة هيخليها لهم ب250. قولوا له بس انتوا ايه من عند قناة يو وهيعمل لكم تخفيض. بصوا دي برضو ب250. وفي منها برضو الوان واشكال. واللي عاوز برضو هو على فكرة بيبيع جملة وقطاعي. واللي عاوز بيطلعوا المكتب فوق مكتب فيروز يا جماعة. هو في شارع الرويعي. روحوا هناك واسألوا عن مكتب فيروز هتلاقوا شاب كده اسمر وهيعمل معاكم الواجب. قولوا له انتم من عند القناة هنا عندي. ودي كانت ب225. وفي منها برضو الوان واشكال كتير. كان في منها الاسود وكان في منها البيج واللون الاحمر ده برضو طلع ترند وشيك جدا. بصوا اصلا الفرشة يعني الفرشة متلغمة وعنده حاجات باج كتير قوي. بصوا دي بقى دي اللي كانت روعة 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 بجد. دي عجبتني جدا. دي كانت ب300. بس بصراحة هي تستاهل سعرها. هي تستاهل سعرها. بصوا اللون ده برضو منها جميلة جدا. وبكده بقى ايه نكون خلصنا الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد، والعمل اللايك للفيديو عشان عيلتنا تكبر، والكومنت. ولو في اي حاجة اكتبوا لي تحت في الكومنتات. انا بشوف كل الكومنتات يا جماعة.